دي من رابع المستحيلات او من سابع المستحيلات. بس ايه حكايه المستحيلات دي؟ العرب زمان كان عندهم اساطير كتير جدا، واحداها هي الغول، وما مجموعه من 7 شياطين باشكال مرعبه بيقتلوا البشر، وجي منها كلمات زي غل واغتيال ومنها الغوله. وتاني اسطوره هي العنقاء، وهو طائر كبير جدا بيطلع من النار صوت صيحته كفي لصم اهل المكان اللي بيصيح فيه، ودي جايه عن طريق حضاره سوريا القديمه، حضاره الفينيقيين اللي كانوا بيلبسوا احمر على طول، واثناء تجارتهم مع اليونان اطلق عليهم اليونان اسم شعب الفينيكس، من جت كلمه فينيكس لاسم العنقاء بالانجليزي. وتالت واحده كانت في العصر العباسي، لما الشاعر صفي الدين حلي في بيت لي: لما رايت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد اصطفي، ايقنت ان المستحيل ثلاثه: الغول والعنقاء والخل الوفي. خل الوفي اللي هو الصاحب الوفي على طول يعني. علشان كده لما اي حد بيقول اي حاجه تانية رابعه مستحيل تحصل، بنقول ان دي رابع المستحيلات. بالنسبه لسابع المستحيلات اللي انت تقريبا بتقولها، العرب زمان كان عندهم 3 للدلاله على القله و7 للدلاله على الكثره، عشان كده حتى تلاقي في ثقافتنا 3 تمرات قليل و7 تمرات كتير. وبس كده. عشان محتوى ممتع ومفيد اشوفك في فيديو جديد. شكرا.